ازيكم النهارده الحلقه الثانيه من بودكاست شقه شغل. وبصراحه انا عايز اقول لكم النهارده حلقه تكون عزيزه على قلبي جدا، ان هي هتكون مع واحد من اقرب الناس لقلبي، صاحبي وعشره عمري، واحد من اشطر مهندسين الديكور في اسماعيليه لو ما كانش في مصر كلها. النهارده في بودكاست شقه شغل هيكون معانا المهندس احمد لبيب. واحمد ازيك؟ حبيبي نور الدنيا. انا مبسوط ان انا معاك والله. كله تمام؟ كله زي الفل. نور الدنيا يا ابو حميد. ويمكن انت تكون واحد من صحابي اللي انا عارف ان هم بينجحوا وهم اخدين، مش هقول لك اخدين جنب، لا هم ماشيين جوه الحيطه وبينجحوا وما لهمش صح. لا والله انت وجهة نظرك يعني انا بحبها غير كلامك وبوستاتك، فيعني انا شايف ان انت عندك وجهة نظر اكبر كده، بس الواحد بيعافر بس يعني، فانا شايف ان هو خطواته يعني الحمد لله ربنا بيثبتها وهي بتمشي واحده واحده. احمد لبيب مواليد كام؟ انا مواليد 88 1988، بجد خريج حسابات وبحب البرامج، وبدات اشتغل كل حاجه لغايه ما بقيت بحب الانترنت وبشتغل ديزاينر وشويه، والموضوع بدا يعمل اللي انت سمعته بقى. البدايه يعني تخطيط او خلونا لك شكل برضو في اللغه الدارجه. المفتاح دار امتى؟ او مين قال لك ان في مفتاح هتحطه في الكونتاكت ده هتدوره الدنيا هتمشي؟ والله هو الموضوع جه يعني وانا في جامعه كده كنت بعمل حاجات واجهات محلات وبعمل حاجات واحده واحده جدا وبسيطه، وبعد كده شويه بشويه الموضوع بدا يتطور، ولقيت بقى في ناس طبعا يعني كانت سبورت بقى وساعدتني كتير، فهو ده. انا في بوجه الشكر طبعا يا جماعه. الناس اي حد بيحاول ان هو يزق الناس للنجاح للتفاصيل المهمه اللي ناس كتير ما بتعرفش تدعم، وفي ناس كتير بتتريق لما تلاقي حد وقع بتلاقي. لا هو بص يعني الحاجات الاولانيه دي عمرها ما بتنسي بتاعك، يعني الزقه الاولانيه واول ما واحد بيبقى ساند، الحاجات دي ما بتتنسيش، يعني ما فيش حد بيفكر التفكير اللي هو بعد ما يبقى يعني او اتعرف او خلاص بدات في نص المشوار، بعد كده الناس دي عاديه بتبقى بالنسبه لي انا كلاينتس يعني خلاص، لكن اول واحد ده ليه فرصه واول واحد ساعدني لا، يعني انا ما بنساش أبداً. مين بقى؟ لا يعني عندي انا بحب دايما يعني اولا يعني اخويا ده اكتر شبكه علاقات عندي، اخويا كده كان هو اللي كان بيدعمني جدا وكده. طبعا يعني عندي برضه يعني راجل الشكر طبعا. حبيبي راجل الشكر طبعا. الله يا يخليك. جماعه يعني اخوك اسمه ايه؟ سيد. سيد لبيب. هو اللي مخلي النهارده المهندس احمد لبيب، او خلى ضربه البدايه عند احمد ان انا ليا الشرف ان انا قاعد مع حضرتك. حبيبي وبس دعم الوالده طبعا. لا لا كده هو طبعا هو اكتر واحد باخد رايه انا، يعني البدايات كانت من هنا بقى مثلا مش من غير يعني مثلا هم الموضوع ده يعني بدات الدنيا بدات تدور من هنا والحمد لله يعني. على طول ما انت بتدي الناس يعني انا بحس دايما انا فضل جدا وخير ودايما بحس ان انا يعني التطور اللي انا شايفه بعمله انا ببقى مبسوط بيه، يعني حد مبسوط بحاجته خلاص ماليش علاقه، وزي ما كنا لسه بنتكلم بره ان مفيش اي حاجه. احمد من شويه بقول له في ماتش الساعه 5، قال لي ماتش مين؟ قلت له ماتش الاسماعيلي. ماشي، قلت له عليه ماشي. لا اصل انا ماليش دعوه باي حاجه. لا انا ما بفكرش. انا جميل وصباح الفل اشتغل لي حاجه. ما بفكرش في حاجه يعني. ناس يبقى اصحابي مثلا على بلاي ستيشن ومستعجلين ومش عارف عن مشاكل زي كده عشان انا قاعد في مش عارف فين. الدنيا جميله جدا، البيت والشغل والدنيا كمان بفكر لو قاعد سون انا بقعد كده فاهم بفكر، يعني لو عندي حاجه جديده عايز اتفرج او عايز اشوف حاجات حتى على الانترنت بتفرج على حاجات جديده، عايز اشوف ايه الجديد اللي نازل عشان اتفرج عليه، حتى لو حاجه جديده كله بتعلم يعني. لسه كنت بتكلم معاك ما فيش حاجه اسمها ما فيش حاجه انا بقيت حاجه، هو في حاجه كل فتره لازم تتعلم. انا كنت بتكلم مع احمد امبارح في القصه بتاعت بدايه الراديو والاذاعه والكلام ده كله، ان احنا كنا بنشتغل ازاي. كنت بقول له ان انا بنخش على مذيعين معينين في الراديو، سواء كان في راديو نيل او في نجوم فم، عشان اتعلم. احمد برضو زي ما انت بتقول كده، انت تخش بتتعلم او تتفرج عشان كله شايف اي تطور انا بقى يعني حتى لو وصلت لايه، حتى لو المشوار ده انا يعني الناس شايفينه صغير جدا انا شايفه يعني الحمد لله فيه، بس انا شايف ان انا لسه وفيه لسه احمد، ولسه ان شاء الله يا ابراهيم الديكور اللي بتاع هيلف. يعني خلينا يعني احنا بنحب الطموح جدا، بنحب ان احنا نبقى طماعين في النجاحات، او في ان احنا نكون طماعين في اللي نملكه. ان انا هشوفك ان شاء الله يا احمد مش بس في مصر وفي في اسماعيليه او في مصر يعني، لكن اشوفك ان شاء الله في الوطن العربي المنتشر، واسم ديكور لبيب ده هيكون خاص بيك ان شاء الله في كل شغل
دايما بيبقى فيه شويه مطبات، تمام. وبيبقى فيه شويه بقى رخامه وانت نازل لانك الدنيا بتبقى مضلمه ساعات. فايه التحديات اللي بتواجهك في شغلك احيانا بتخليك تنزل من نجمه تروح على شغل؟ ايه التحديات اللي بتواجهك في الشغل او الصعوبات اللي بتواجهك في الشغل؟ بص، هو السؤال ده حلو جدا، بس هو مقسوم اتنين كده يعني. يعني انا شايف اللي يعني اي التحديات طبعا في حاجات صعوبات جدا. اصلا سوق العمل انت اكيد يعني اي حد بيبيع اي حاجه واي حد بيشتغل في اي مجال بيقدم خدمه، هو فعلا الدنيا بدات عشان تبدا توفر كل حاجه كماتيريال وعشان تبدا عماله، فالموضوع بيبقى فيه وقت، يعني في وقت وفي جهد، وهو بيبقى هو تحدي لوحده. طيب انا عايز اسالك سؤال برضه في نص في نص السؤال اللي عندي، يعني السؤال التالت بقى في وسط السؤالين. انت شغلك يعني انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ديكور لكل حاجه قاعد براندات ومطاعم وعامل حاجات كتيرة قوي في اسماعيلية وبره اسماعيلية. كويس. بشتغل كل حاجة، شو فيلل، وعامل طبعا عندي البيج بتاعتي على الانستجرام، هتسيب اللينك؟ ديكور لبيب او هاشتاج بتاع ديكور. لا هتسيب كده كده، هتسيب لينكات طبعا الفان بيج بتاعتك. انا واحد برضه من الفان بيج في بالك يعني، فاللي هو صباح الفل يعني. كنا بنقول التحديات الصعبه اللي بتواجهك، وانا يعني بقول لك برضه طيب تبقى نازل الصبح، تبقى انت خلاص بتنزل تشرب كوبايه القهوه عشان خاطر انا يعني اكتر حاجه من مثلا الصبح عشان ولادي، يعني انا ربنا معايا سليم ومحمد دلوقتي. انا نفسي يعني بعد كده هم يبقوا مبسوطين بيا وفرحانين بيا، حتى لو انا يعني بجتهد وشايفهم صغيرين دلوقتي، بس انا حاسس ان انا عايزهم يبقى مبسوطين، يعني ما يقولوا اسمي بعد كده يبقى يعني احمد لما بيعمل هاشتاج مسؤول عن الجروبات بيتقابلوا الرجاله. فيعني يمكن قليل قوي ان انا انزل حاجه، فعايزهم يبقوا مبسوطين بس.